بيت الشيخ الغريب. في قرية صغيرة اسمها طموة في قلب محافظة الفيوم، كان فيها بيت مهجور بقاله سنين طويلة محدش يقرب ناحيته. الناس هناك كانوا دايما يتكلموا عن البيت ده ويقولوا إنه مسكون، لكن محدش يعرف إيه اللي حصل جواه بالظبط. البيت كان ملك لواحد اسمه الشيخ مغاوري. الشيخ ده كان غريب الأطوار، بيعيش لوحده وما كانش حد يعرف عنه كتير. كان دايما لابس جلابية سوداء وماسك دايما مسبحة خشب، وعينيه كانوا غامقين زي الليل، تحس إنك لما تبص فيهم بتغرق في بحر مليان أسرار. الناس كانوا بيخافوا يقربوا منه، وكل ما يشوفوه في السوق كان الكل يتجنبه. بس في يوم من الأيام الشيخ مغاوري اختفى، لا حد شافه ولا حد عرف هو راح فين. بعد اختفائه البيت بتاعه فضل مهجور. يوم ورا يوم الناس في القرية بدأت تلاحظ حاجات غريبة بتحصل. في الليل كانوا بيسمعوا أصوات صرخات جاية من جوه البيت، وأحياناً يشوفوا أنوار بتتحرك في الشبابيك المكسرة رغم إن مفيش كهرباء أصلاً في البيت. مرت سنين وكل اللي حاولوا يدخلوا البيت كانوا بيطلعوا منه مرعوبين أو مش بيرجعوا تاني أصلاً. في شاب اسمه عادل، كان من الشباب اللي مش بيخاف بسهولة. في ليلة صيف قرر عادل مع 2 من أصحابه إنهم يدخلوا البيت ويتحدوا الأساطير. قالوا لبعض: يلا نثبت إن كل ده خرافات وملهاش أساس. اللي حصل بعد كده كان أبعد ما يكونوا عن الخرافة. الليلة المشؤومة عادل وأصحابه محمود وسامي دخلوا البيت حوالي الساعة 12 بالليل. الجو كان هادي بطريقة تخوف، والمكان كان ساكن بشكل غريب. أول ما دخلوا من الباب الرئيسي حسوا ببرودة غريبة رغم إن الجو برا كان حر زي الفرن. كان البيت مليان تراب وأثار أقدام قديمة، لكن حاجة غريبة لفتت انتباههم. في وسط التراب كان فيه أثار أقدام جديدة، كأن حد لسه كان ماشي هنا حالا. إيه ده؟ حد هنا غيرنا؟ قال محمود وهو بصوته بيرتعش شوية. سامي حاول يضحك: ما تقلقش يا عم، دي أثارنا إحنا يمكن. بس الحقيقة الآثار دي كانت أكبر بكتير من حجم رجل بني آدم طبيعي. قرروا يكملوا جولتهم في البيت، وكل ما يتعمقوا جوه كانت الأصوات الغريبة بتزيد. كانوا بيسمعوا خطوات جاية من فوقهم رغم إن مفيش دور تاني للبيت. عادل كان بيحاول يظهر إنه مش خايف، لكنه كان حاسس إن قلبه هيقف من كتر الخوف. فجأة سامي وقف مكانه وقال: اسكتوا، سامعين؟ الصوت كان واضح جدا، صوته مسبحة بتتعدى وبتقرب منهم. إحنا لازم نطلع دلوقتي. اللغة العربية، قال محمود وهو بيجري ناحية الباب. لكن الباب مقفول. الشيخ يظهر البيت اتحول فجأة لجحيم. الأبواب اتقفلت، الشبابيك اتكسرت، وصرخاته بتملأ المكان. في وسط الظلام ظهر لهم الشيخ مغاوري بنظراته اللي كلها غضب وعينيه اللي زي ما تكون مليانة نار. إيه اللي جابكم هنا؟ صوته كان جاي من كل ناحية. عادل حاول يصرخ لكن صوته ما طلعش. محمود وقع على الأرض، وسامي كان بيحاول يدور على مخرج. فجأة الشيخ مغاوري قرب منهم ومد إيده اللي كانت زي العظام ومسك عادل من رقبته. مكانك مش هنا، ارجعوا من حيث جئتم، قال الشيخ بصوت مرعب. وبعدها الدنيا ظلمت. لما الفجر طلع أهل القرية لقوا محمود وسامي مرميين قدام البيت فاقدين الوعي. أما عادل محدش شافه من يومها. البيت بقى ملعون، والناس فضلوا تحكي عن اللي حصل لشهور. مفيش حد بقى يجرؤ يقرب من البيت اللي بقى شاهد على قصة مرعبة محدش يقدر ينساها. عودة إلى بيت الشيخ مغاوري بعد اختفاء عادل الغامض. بقت القرية كلها في حالة من الرعب. الناس كانت بتتكلم وتقول إن اللي حصل لعادل كان انتقاما من الشيخ مغاوري، وإن روحه لسه مسيطرة على البيت. بقى في حالة من الهدوء المرعب حوالين المكان، وكل اللي يمر من جنبه كان يحلف إنه سامع أصوات همس أو شايف خيالات بتتحرك جوه الشبابيك. الشرطة حاولت تدخل وتحقق في اختفاء عادل، لكن ولا ضابط قدر يفضل في البيت أكتر من دقائق معدودة. كل واحد كان بيخرج من البيت مرعوب، ومحدش كان قادر يشرح السبب. حتى بعض الضباط كانوا بيقولوا إنهم شافوا خيالات لعادل نفسه واقف في ركن من أركان البيت وبيبص لهم بنظرات كلها استغاثة. لغز جديد: محمود وسامي كانوا في حالة نفسية سيئة بعد اللي حصل، لكن سامي بالذات ما قدرش ينسى عادل. كل ليلة كان بيشوف كوابيس عن اللي حصل، وكل يوم كان بيحس إنه سامع صوت صاحبه بيناديه: سامي، ساعدني. بعد شهر من الرعب المتواصل سامي قرر إنه لازم يعمل حاجة، لازم يعرف اللي حصل لعادل ولازم يواجه البيت مرة تانية. محمود حاول يمنعه وقال له: انت اتجننت،
مش فاكر اللي حصل لنا؟ الشيخ مغاوري هيموتك. لكن سامي كان مصرة. أنا مش هسيب صاحبي، البيت ده فيه حاجة وإحنا لازم نكتشفها. التحضير للعودة، سامي قعد يفكر في خطة. المرة دي مش هيدخل لوحده، وقرر إنه يستعين بشخص عنده خبرة في الحاجات الغامضة دي. سمع عن واحد اسمه الشيخ عبد الرزاق، راجل كبير في السن ومعروف في القرى إنه عنده علم بالحاجات الغريبة والروحانيات. الشيخ عبد الرزاق لما سمع عن القصة وشه اتغير وقال له: البيت ده مش مجرد بيت مسكون، في سر قديم مدفون فيه، وسر اختفاء عادل مش مجرد لعنة. لازم تكون حذر، لأن اللي هتشوفه جوه مش زي أي حاجة قابلتها قبل كده. سامي سأل: طب إيه اللي المفروض أعمله؟ رد الشيخ عبد الرزاق: هتدخل البيت، لكن ما تعملش أي صوت، ومهما حصل متردش على أي صوت يناديك حتى لو كان صوته عادل نفسه، لأن اللي بيناديك مش هو عادل، دي حاجة تانية. المواجهة الأخيرة في ليلة مظلمة جدا، سامي والشيخ عبد الرزاق وصلوا عند البيت. الجو كان مخيف، الرياح بتزق الأشجار بشكل غريب وكأنها بتحذرهم من اللي جوه. أول ما دخلوا، سامي حس بنفس البرودة اللي حس بيها قبل كده، لكن المرة دي كان مستعد. الشيخ عبد الرزاق بدأ يهمس ببعض الأدعية ويمسك مسبحته، لكن كان واضح عليه القلق. وهم بيمشوا في البيت، سامي بدأ يحس بحاجة غريبة، كأن الجدران بتتحرك. الأصوات اللي كان بيسمعها قبل كده بقت أوضح، وكأنه سامع صوت عادل بيصرخ وبيطلب المساعدة. لكن سامي افتكر كلام